مساء الخير يا جماعه، ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. اعتقد ان دي تقريبا اول مره اصور لكم بالليل، فيعني تغيير اهو في رمضان. في الفيديو ده شارك معاكم روتيني الدراسي في رمضان، عشان الكام يوم دول بحاول اجرب كذا يعني وقت للمذاكره، عشان اشوف ايه احسن وقت ممكن اذاكر فيه في رمضان، لان الموضوع ده اكيد عامل لكم مشكله زي ما عامل لي مشكله. حاسه كأن اول رمضان يعدي عليا فيه مذاكره بجد. ايه ده يعني اكيد المذاكره اللي عندي مش كتير قوي للدرجه اللي محسساني ان انا مش عارفه انظم وقتي. فبحاول الكام يوم دول ان انا الاقي طريقه يعني تناسب مذاكرتي، او اشوف وقت اعرف اذاكر فيه واكون يعني قادره اركز فيه، فكمل باقي رمضان على وقت المذاكره ده. فجربت كذا طريقه الكام يوم اللي فاتوا علشان اشوف يعني ايه اكتر وقت ممكن يناسبني، والحقيقه ان انا مكسنت كذا طريقه كده علشان يناسب وقتي المذاكره. احنا الساعه دلوقتي 9:30 والمفروض ان انا ابدا مذاكره. انا حاسه ان انا بتكلم في كذا حاجه، بس خليني اقول لكم سريعا هنعمل ايه في الفيديو. اول حاجه انا عايزه انظم وقتي على قد ما اقدر النهارده، فهقفل السوشيال ميديا وهحاول في البريكات اعمل انشطه انا مأخراها او حاجات عايزه اعملها اصلا ومش لاحقه، فهحاول الوقت اللي بضيعه على الموبايل اعمل فيه الحاجات دي. بكره المفروض كان عندي محاضره في الكليه، بس بصراحه انا مش هروحها. يعني انا مش من الناس اللي بتشجع على الغياب، او انا اصلا مش بغيب كتير، بس بكره هغيب. وعندي حلقه حفظ قران، انا حاليا بحفظ مع معلمه اونلاين، وهي اللهم بارك يعني ربنا يكرمها يعني بجد جميله. للاسف انا مش عارفه اقول لكم عليها عشان هي ما عندهاش مكان دلوقتي، بس لو توفر اماكن ممكن اقول لكم عليها. المهم فانا عليا حفظ قران كتير قوي، وانا ما لحقتش احفظ قوي عشان كمان احنا في رمضان فبنقرا الورد اليومي، فاللي هو طب اقرا ولا احفظ، يعني في تشتت كده شويه، فانا عليا حفظ كتير، فانا محتاجه احفظ اكتر ما اذاكر كمان. فانا هذاكر دلوقتي شويه وبعد شويه هحفظ، وكذلك بكره. المهم انا هشارك معاكم اليوم من بعد التراويح لحد بكره مثلا على المغرب، ممكن بعد المغرب هنظبط. يعني اللي هعمله دلوقتي ان انا هقفل السوشيال ميديا وهكتب الحاجات اللي عايزه اعملها، وبعد كده هبدا مذاكره، وبعدين بقى نكمل باقي اليوم سوا، وهقول لكم على طريقتي في المذاكره، وهقول لكم كمان على تخطيطي في رمضان. ولو انتوا لسه ما خططتوش او مثلا مش عارفين تعملوا عبادات ايه اصلا في رمضان، ما ظبطوش يعني الكام يوم اللي فاتوا، هقول لكم على كام حاجه تساعدكم في الموضوع ده، فان شاء الله تستفيدوا من الفيديو. فلو انتم مهتمين تابعوا الفيديو لاخره. اول جلسه مذاكره بداتها على الساعه 10، وجبت معايا خروب عشان يعني نفرفش على نفسنا شويه، وجبت الحاجات اللي انا هذاكرها. كنت هذاكر هنا انجلش، والحقيقه ان الانجليش بتاعي مختلف تماما عن انجلش ثانويه عامه، وبجد انتوا يا بختكم اصلا على الانجليش اللي عندكم. المهم شغلت فيديو ستادي ويز مي علشان تقريبا دي اكتر حاجه بتساعدني اذاكر الفتره دي، يعني اكتر حاجه بتخليني اقعد كده اكمل مذاكره عليا او اخلص حاجه من اللي عليا، عشان يعني احنا في رمضان الوقت متلخبط، وبنبقى اصلا ملناش مود قوي ان احنا نذاكر، اللي هو عايزين نقوم اصلا. فيعني دي اكتر حاجه بتساعدني ان انا اقعد اذاكر فتره على بعضها. وفتحت على التابلت ترجمة الصفحة اللي أنا بذاكرها. اللي بعمله ممكن ما يكونش أصح حاجة، بس أنا هقولكوا على اللي أنا بعمله في مذاكرتي دي. أنا بكون محتاجة ترجم نصوص على بعض أو صفحات على بعض، فاللي بعمله إن أنا بصور الصفحة بالترجمة اللي هي بتبقى بالتصوير، ومش بركز معاها قوي. انا بقرا الاول الترجمه بالانجلش، والكلمات اللي مش عارفاها بشوفها من الصفحه دي اللي انا صورتها، او اشوف مثلا برنامج ترجمه اترجم عليه الكلمه لوحدها، وبعدين اجمع الكلمات اللي انا مش عارفاها في سكتش لوحده بترجمتهم، وابدا ان انا احفظهم واحده واحده لحد الامتحانات. طبعا انا هزنق نفسي فيهم قبل الامتحانات، انا عارفه نفسي، بس ما علينا. ده اللي انا بعمله في الانجلش لما باجي اذاكره. هل دي اصح طريقه؟ مش عارفه، بس ده اللي انا بعمله لاني ببقى محتاجه اترجم حاجات كتير. والحقيقه اصلا ان انا هنا كان بقالي مده ما ذاكرتش الماده دي، فدي كانت اول صفحتين في الكتاب اساسا. يعني انا مش عارفه احنا كارفين لها كده ليه، مركزين على اللغات التانية اللي عندنا، فسايبين الانجليش اللي هو اصلا معانا ال4 سنين، فربنا يستر. انا عارفه ان الفيديو ده ممكن ينزل لكم يعني تقريبا ورمضان فاضل عليه مثلا اسبوع، بس زي ما مواعيدكم كانت متلخبطه في رمضان، انا كمان مواعيدي متلخبطه جدا، فادعوا لي وانا والله بدعي لكم على طول. المهم انا في بدايه رمضان كنت بحاول اذاكر بكذا طريقه، يعني كذا وقت مختلف علشان اشوف ايه احسن طريقه ممكن تنفع معايا. واللي نفعت معايا ان انا بذاكر من بعد التراويح، يعني من الساعه 9 او 10 لحد الساعه 12، بعدين بنام من 12 ل 3:30، وبصحى اصلي التهجد واتسحر، وبعدين بعد الفجر ممكن اذاكر او ممكن انام علشان لو عندي كليه او حاجه، وبصحى لميعاد الكليه، وبعدين برجع بكون تعبانه طبعا فبنام لحد الفطار. هنا انا كنت خلصت اول جلسة مذاكرة، الصفحتين دول قعدت فيهم ساعة تقريبا، ودي الكلمات اللي جمعتها منهم. ولان الساعة في المادة دي بتحسسني كأني قعدت ساعتين 3، فانا خلصت المذاكرة كنت مرهقة، كنت ناوي اعمل حاجات في البريك بس ما قدرتش، فقلت هعملها البريك الجاي. فكل اللي عملته ان انا قعدت ارتاح شوية بس واتكلم مع اهلي، وبعد كده رجعت اكمل.
اللي عملته بعد ما خلصت انه خدت بريك وكده، ان انا رجعت لميت حاجتي. والفيديو ده انا كنت حابه جدا يكون واقعي قوي، فهتلاقوني مصوره لكم المنبه على طول، هتشوفوا كل حاجه عملتها في الوقت بالظبط اللي انا كنت بعملها فيه. وبعدين جبت الورق ده علشان اعمل التودو ليست. وبصوا يا جماعه، يعني انا بعمل التودو ليست الساعه 11:30، مش لازم ابدا تكون في اول اليوم، المهم ان انا يعني اكتب الحاجات اللي انا لسه عايزه اعملها. فكتبت الحاجات اللي انا المفروض هعملها في خلال الوقت الباقي من اليوم. والساعة 11:30 بالظبط كنت هبدأ الجلسة التانية من المذاكرة. وأنا زي ما قلت كان عندي حفظ قرآن أكتر من المذاكرة في اليوم ده، فجلستي هنا كانت هتبقى حفظ قرآن. فجبت المصحف وفتحت الصفحات اللي أنا المفروض أذاكرها أو أحفظها يعني، وشغلت الشمعة مش عشان أي حاجة، بس تديني فايبس، معرفش تديني فايبس إيه، بس فايبس يا جماعة خلاص بقى. المهم فشغلتها وبدأت أحفظ. وانا في الطبيعي بحفظ على السرير عشان ظهري اكيد مش هيجيبني ان انا كمان احفظ على المكتب، بس علشان كنت بصور فكنت بصور على المكتب. وبالمناسبة انا عندي مشكلة في ظهري، فاتمنى تدعولي ان ربنا يتم شفائي على خير. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر. هنا كنت خلصت حفظ، بس حبيت اوريكم حاجه عملتها قريب وفادتني. ان انا باجي عند الايات اللي مش حافظاها او مش ثابته عندي، كل ما اجي احفظ الاقيني مش مثبتها قوي، عملت عليها اسهم علشان افتكرها من الاسهم دي، وفعلا الموضوع نجح. وحبيت في البريك اقرا شويه، فجبت الكتاب اللي بقراه دلوقتي، اصنع وقتا اكثر من المتاح. والحقيقه ان انا طول رمضان تقريبا مش بقرا ومش لاح اقرا، وبصراحه مش حابه اضغط نفسي اكتر من كده، يعني كفايه الحاجات اللي انا مضغوطه فيها غير المذاكره وحفظ القران، وكمان بنقرا ورد فهكذا. وانا قاعده على السرير حبيت اعمل لكم زوم واصور لكم الوقت فعليا وانا بقرا، كانت الساعه 12:15. وبعدين خلصت قراءه. واخر حاجه عملتها قبل ما انام، عشان كان المفروض انام على الساعه 12، ان انا جبت الجورنال وكتبت فيها الحاجات اللي كانت ناقصه. كان بقالي مده ما كتبتش فيها كذا حاجه، يعني تقريبا بنسى الجورنال وبرجع افتكرها بقى بعد كام يوم، فقعدت اظبط كام حاجه كانت ناقصه فيها. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وعلى الساعه 1:50 بالظبط طفيت النور ونمت. وصحيت على الساعه 3:30 قبل السحور، فرحت اتوضيت وصليت التهجد. ده اول رمضان في حياتي اجرب اصلي فيه تهجد، وحبيت اقولكم علشان تصلوا ولو ركعتين قبل السحور مثلا. وبعدين اتسحرت والفجر اذن فرحت عشان اصلي. وبعد ما خلصت صلاه قعدت اقرا اذكار ما بعد الصلاه، قلت لكم عليها في الفيديو اللي فات بطريقه سهله لو حابين تعرفوا تقراوها ازاي يعني. بعد الفجر قعدت علشان اذاكر تالت جلسه مذاكره، برضو ما كانتش مذاكره، هي كانت حفظ قران، فقعدت برضو علشان احفظ الحبه اللي انا المفروض احفظهم يعني. وانا نادرا ما بقعد اذاكر بعد الفجر علشان بيبقى عندي محاضرات بدري، يعني مثلا الساعه 9 او 10، فمش بينفع ان انا افضل قاعده او كده. بس اليوم ده ما كانش عندي، فعادي قعدت اذاكر او احفظ قران يعني. وعلى الساعه 6:45 كنت خلصت، وكمان بدات اكون نعسانه فدخلت انام. وصحيت تاني على الساعة 12:15. بصحى قبل الظهر بشوية علشان احاول اصلي ركعتين ضحى. انا مش دايما العبادات اللي بقولها دي بعملها، بس احنا في رمضان بنجاهد نفسنا ان احنا نزود العبادات اكتر، فانا بقول العبادات دي علشان لو حد حابب يعملها يعني. فصليت الضحى وبعدين فتحت شبابيك الأوضة علشان تدخل النور. ده كان شكل السما من الشباك، وكان فيه غيوم في اليوم ده وهوا قوي، يعني حتى لما طلعت البلكونه بعدها كان فيه هوا قوي، الزرع كان بيتحرك جامد، وده كان شكله. وبالمناسبه رحبوا معايا بزرعتين الجداد، زرعه نعناع وزرعه منثور، جبتهم قريب وانا جايه من العلاج الطبيعي. وقعدت اقرا قران شويه لحد ما الظهر يأذن يعني.
وبعد ما صليت الظهر قعدت اقرا اذكار الصلاه. اليوم اللي صورت فيه الفيديو كان يوم 17 مارس، وسبحان الله انا بعرض كل حاجه حتى التقويم لدرجه تفضحني ان انا متاخره في الفيديو، بس ما علينا. كتبت التودو ليست بتاعت اليوم. وقبل ما ابدا مذاكره حبيت اوريكم المخطط اللي عملته في بلانر رمضان علشان يساعدني على العبادات اكتر. اللي عملته اني جبت ورقه فاضيه وبدات اعمل مخطط لنفسي بالعبادات اللي انا عايزه اعملها. عملته على 30 يوم، وعلى اليمين كتبت العبادات كلها، وحطيت مشابك ورق، شبكت المشابك في السكتش او البلانر، وحطيت الورقه اللي انا كنت عايزه اعملها. دي العبادات اللي انا كنت حابه اعملها. انا ما كملتش الورقه اصلا، سايبه الجزء ده فاضي لاني ما لحقتش اكمله، حتى في حاجات بالرصاص، بس ده المخطط كشكل مبدئي يعني. في نفس الصفحه من ورا عملت مخطط للسنن وللصلاه في وقتها. السنن كتبت السنن كلها، والسنه اللي اصليها بعمل عليها صح، وكمان الصلاه في وقتها عملت الصلوات كلها، ولما بصلي في ميعادها بعمل صح. هنا كنت هبدأ أول جلسة مذاكرة في اليوم اللي بعده، وشغلت الشمعة برضو نفس الفايبس اللي كنت عايزاها، وبصراحة بتدي شكل حلو يعني. اللون الأصفر في المذاكرة اكتشفت ان هو شكله حلو مع الشمع يعني. شغلت برضو فيديو ستادي ويز مي، وجبت حاجة العبري. اللي ما يعرفش انا في آداب لغات شرقية، فبدرس تركي وعبري وفارسي، فانا محتاجة اتخصص في لغة فيهم في تانية، فان شاء الله اتخصص تركي، ادعولي. لو هتسألوني ايه اكتر مادة انا مش بحبها، هتكون العبري. تقيلة على قلبي في المذاكرة، بتاخد طاقتي جدا يعني. لو قعدت اذاكر ساعة انا ممكن احس اني قاعدة 4 ساعات مثلا، بجد مش ببالغ. بتاخد طاقتي قوي كأني بذاكر كيمياء بجد، وحرفيا ببقى محتاجة كل الهايلايترز اللي في الدنيا علشان تشجعني على مذاكرة العبري. وحابه انوه تنويه بسيط، اللي بتشوفوه في الفيديو ده مش بيحصل كل يوم. انا في ايام معرفتش اذاكر فيها في رمضان اصلا، ولحد دلوقتي الوقت متلخبط معايا جدا يعني. ده يوم من الايام القليله اللي منزلتش فيها، عشان كمان كنت غايبه من الكليه مش بمزاجي. فما تحسوش ان مثلا انتوا مش عارفين تذاكروا وانا عارفه اذاكر، لا، هو تقريبا كلنا مش عارفين نذاكر يعني. كلنا بنحاول ان احنا نظبط وقتنا على قد ما نقدر. وهنا كنت خلصت جلسة المذاكرة الأولى في اليوم ده، خلصت على الساعة 2. والعبري من أكتر الحاجات اللي ببقى فاتحة الكتب كلها قدامي تقريبا. بعد ما قعدت شوية قمت لميت الحاجات من على المكتب، وحبيت بقى أعمل حاجة في البريك مميزة بقى تحسسني إن أنا عندي وقت شوية. فبعد ما لميت حاجتي جبت طارة التطريز والتابلت، فتحت عليه الرسمة اللي أنا هرسمها. أنا بقالي مدة عايزة أعمل تطريز، بس مش عارفة أعمل طارة يعني شكلها إيه أو الرسمة اللي فيها إيه، لحد ما شفت على بنترست طارات رسمين فيها رسمة فراشة وعاملينها بالتطريز، وكان شكلها تحفه بجد يعني. الناس اللي على بنترست فنانين والله. فجبت رسمه فراشه من على بنترست برضو، وبدات احددها على القماش. وهنا كنت خلصت، وده شكل الرسمه في الاخر. ده شكلها على القماش، وده شكلها على الحقيقه. هنا انا كنت برسم على ظهر القماشه علشان اعرف ارسم، ففكيت المسمار بتاع الطاره وفكيت القطعتين بتوعها عن بعض علشان اشيل القماش واعدله مكانه تاني. بحط القطعه الصغيره الاول واحط فوقها القماش وبعدين القطعه التانية، وبعد ما احطه بقفل المسمار تاني وببدا اشد القماش. والطاره فايدتها ان احنا نشد القماش كويس علشان لما نيجي نطرز يبقى التطريز سهل. فبعد ما قفلته بدات اشد القماش من كل ناحيه عشان تبقى مشدوده كويس واعرف استخدمها بسهوله. وانا جايه لكم من المستقبل تاني وبقول لكم ان انا عملت معظم الطاره دي، فاستنوني اخلصها واصورها لكم. بعد كده بقى كان المفروض ابدا جلسه المذاكره التانية، فكان عندي حفظ، قعدت احفظ تاني. وبعد ما خلصت حفظ بدات بقى الحلقه بتاعه القران، وخلصتها على الساعه 4:30، وطاقتي كانت خلصت، فكنت عايزه اعمل حاجه بسيطه، فقررت اسمع بودكاست. ده بودكاست على المغرب، انا ما كنتش ناويه اسمعه، بس حرفيا من ساعه ما بداته هو الوحيد اللي بسمعه دلوقتي في رمضان. بجد البودكاست تحفه، انتوا فايتكم كتير لو ما سمعتوهوش. جبت السبحه وبدات اسبح وانا بسمعه. ويا جماعه من حلاوته انا دخلت على الحلقه اللي بعدها، وده اللي بعمله على طول تقريبا، بسمع حلقتين 3 ورا بعض من كتر ما هو جميل بجد، وفادني كل حلقه فيه. طيب انا في خلال ما انا بسمع البودكاست سمعت حاجه دلوقتي عجبتني، فاسمعوا معايا كده. رأفة ربنا بينا، ما سيبكش لنفسك. لا، ومن رأفته، ولا انا زي ما انا فهمتها دلوقتي، ومن رأفته انه حذرني يعني. ما هو كان ممكن يسيبني على عمايه. الله يدخلك الجنه، ومن رأفة ربنا انه حذرك. صح. شيخ محمد الغليظ قال لأمير منير الله يدخلك الجنة. يعني أنا الدعاء عجبني بطريقة حاجة كده زي الله يفتح عليك، اللي هو احنا لازم نعمم الدعاء ده بجد. الله يدخلك الجنة، ربنا يجعلنا كلنا من أهل الجنة يا رب. بعد ما سمعت البودكاست قمت علشان أساعد ماما في السمبوسة. كنا نعمل سمبوسة وانا بجد بحب اعملها قوي، فهنا كنت اجهز حشوه الجبنه، فقطعتها وبدات اقلبها مع بعض وكده. انا ما كنتش عارفه اصور وما صورتش كتير، بس قعدت اعمل يعني عملت سمبوسه كتير الحمد لله، وده كان جزء من اللي عملته.
والمغرب أذن بعد كده وفطرنا وبس. ده كان فيديو النهارده. يمكن الفيديو اتأخر عشان يكون رسالة ليك ان احنا في العشر الاواخر دلوقتي، فعندنا وقت ان احنا نستغلها ونحاول نجتهد فيها على قد ما نقدر اكتر من باقي رمضان. فربنا يتقبل منا ومنكم الطاعات يا رب. وبس كده، ده كان فيديو النهارده. اتمنى تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منه، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد، ومع السلامة.